إيه يا جدعان، ما حد يشوف لنا الفيفا يا جدعان. انا شايف فريق باتشوكا بيستلم كاس وميداليات ومفيش حد بالفيفا حاضر. اكيد فريق باتشوكا ده شارك كاس والميداليات من الشارع اللي وراه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبابي واصدقائي. برحب بكم اشرف المصري من قناتكم على اليوتيوب، قناه اشرف المصري. اتمنى كده في البدايه من كل اخواتنا واصدقائنا ما تنساش الصلاه والسلام على رسول الكريم. اعمل لنا لايك، اعمل لنا اشتراك في القناه، فعل زر الجرس، ادعي لاخواتنا في ارض العزه وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان في الوطن العربي. كلنا كنا قاعدين ومتوقعين ومستنيين فريق بوتافوجو يمسك فريق باتشوكا، ياكلوا قلمين، يديله شلوطين، يروقوا على حاله، وفي الاخر يعني حصل العكس تماما. فريق باتشوكا يصدم الكل ويقدر ان هو يمسك فريق بوتافوجو يمسخر بيه الارض حرفيا، ويقدر يكسبه 3-0 في شوط واحد في الشوط الثاني. والمغربي ادريسي يمسك لعيبه ودفاع فريق بوتافوجو يلعب بيهم تلاعب النمر بالغزاله حضرتك، يعني روقهم النهارده. لكن برضه ما تنساش ان فريق بوتافوجو ده بقاله فتره بيلعب ماتشات مضغوطه بشكل كبير. ده لسه لاعب ماتش من حوالي اسبوع كان في نهائي كوبا ليبرتادوريس، ثم كان بيلعب مع ساو باولو من 3-4 ايام في نهائي الدوري البرازيلي، وبقاله يوم او يومين تقريبا موجود في قطر ولسه واصل وجاي من البرازيل، وفرق توقيت ومسافات وحاجات في الفرقه كانت مهلكه تماما. وعلى الناحيه الثانيه فريق باتشوكا بقاله فتره كبيره جدا من يوم 9 نوفمبر وهو ما بيلعبش اي ماتشات، وبقاله حوالي اسبوع قاعد في قطر، وبالتالي بان الفارق البدني بشكل كبير طوال اللقاء من اول اللقاء حتى نهايته. الماتش ده لو عدله وحقيقي يعني كان فريق بوتافوجو قدر يكسب فريق باتشوكا، لكن الفريق ما خدش اي راحه خالص، وبالتالي كان عنده ضغوطات كبيره جدا. وحاليا جاءت اللحظه المناسبه ان النادي الاهلي هيلعب مع فريق باتشوكا على كاس التحدي، مباراه قبل نهائي الانتركونتيننتال. خلينا كده نبص كده بصه سريعه على فريق باتشوكا عمل ايه النهارده امام فريق بوتافوجو. لما تيجي تشوف الثلاث اهداف هتلاقي ان الثلاث اهداف شكل واحد، اسطمبه واحده، حاجه واحده بتحصل جوه اللقاء. ضغط عالي بيحصل، يقدر ان هو يقطع الكوره ويلعب الكوره للمهاجم او للطرف اللي بيقدر ياخد الكوره ويعدي من واحد واثنين ويسجل، او يقدر يصنع اسيست على حدود السته. ولكن دايما ركز، خروج الكوره من فريق بوتافوجو بيلاقي دايما ضغط من فريق باتشوكا 2 و3 لعيبه يقدروا ان هم يقطعوا الكوره ويعملوا هجمه مرتده سريعه، سواء كان من النص الاولاني للملعب او حتى من اخر الملعب. شفنا الهدف الاول والهدف الثاني نفس الشكل، نفس الاسطمبه بالظبط، من ناحيه الشمال شويه يقطعوا الكوره ويكمل الكوره مع ادريسي. والهدف الثالث بقى كان موجود من اخر الملعب خالص من عند دفاعات فريق باتشوكا. يعني المباراه كلها والشكل كله ضغط عالي من فريق باتشوكا، لما بتكون الكوره مع فريق بوتافوجو يقدر ياخد الكوره ويسجل هدف بكل اريحيه. لكن بلاش نقول ان فريق باتشوكا هو بس اللاعب ادريسي، لان في لعيبه ثانيه كتير موجوده داخل فريق باتشوكا تستحق انها تكون برضه لعيبه مميزه لازم ناخد بالنا منها. طبعا في الامام لازم تتكلم عن المهاجم روندون، مهاجم قوي بسم الله ما شاء الله، سفاح قاتل، يعني الولا بسم الله ما شاء الله محتاج 9 يمسكوه مش واحد بس، يعني ولا ياسر ابراهيم هياكل معاه ولا رامي ربيعه هياكل معاه، اللهم الا لو الرجاله كانت في يومها بالفعل تقدر تاكل مع المهاجم ده. المهاجم ده مسجل اهداف كتير في فتره زمنيه صغيره، اقدر اقول لك ان كان في اخر 7 لقاءات كان مسجل 9 اهداف، وادي كمان ماتش اهو كده مسجل 10 اهداف مع فريق. يعني المباراه هتبقى صعبه جدا جدا على دفاعات النادي الاهلي، اللهم الا فعلا كنا رجاله ونقدر ان احنا نقف قدام فريق باتشوكا ونقدر نكسبه. ولو رجعت ورا شويه هتلاقي طبعا ادريس، يعني بسم الله ما شاء الله اللاعب المغربي اللي يعني عمل الفارق، خد احسن لاعب في اللقاء، عمل شكل كبير داخل اللقاء، راجل بسم الله ما شاء الله محترم جدا جوه الملعب، قادر ان هو ياخد ويروح يمين وشمال وفي كل مكان وبيعدي من واحد واثنين، وقدر يسجل هدف بشكل جميل. لكن لازم تدي حق للاعب بدرازه، لاعب بدرازه لاعب نص الملعب، اللاعب رقم 5، اللاعب اللي دايما كان بيعمل الضغط ودايما كان بيقطع الكوره ودايما كان بيعمل الهجمه المرتده السريعه، وشفناه ازاي صنع هدف من الاهداف اللي كانت مهمه جدا في اللقاء. يمكن اللاعب باوتيستا كان اقل اللعيبه اللي كانت موجوده في فريق باتشوكا في اللقاء، علشان كده تم تغييره بعد الهدف الاولاني مباشره، لكن نزل مكانه اللاعب رقم 6 نيلسون، لاعب مصيبه، لاعب مشكله في نص الملعب، هو اللي كان سجل هدف اعتقد كان الهدف الثاني برده كانت من الضغط العالي، وقدروا ياخدوا الكوره وبعدين مسك الراجل الباك اليمين بتاعهم روقوا يمين وشمال وحط الكوره في الزاويه القريبه. يعني برده لاعب مهاري جدا جدا، وكان قاعد بره على دكه الاحتياط ونزل مركز في الملعب، وكان عنده طاقه وقوه بدنيه كبيره جدا. فده واضح ان هم كمان عندهم ناس قاعده على دكه الاحتياطي مركزه وناس قويه لا تختلف بشكل كبير عن الناس اللي موجوده جوه الملعب. حارس المرمى كمان مورينو حارس جيد جدا جدا، وكمان خط الدفاع فيه اكتر من لاعب جيد، سواء كان الباك اليمين رودريجيز او حتى الباك الشمال او حتى المدافعين اللي موجودين ورا، وبالاخص المدافع الاسمراني اللي كان اسمه ميكوتا، مدافع قوي جدا جدا. ربنا يستر في اللقاء اللي جاي امام النادي الاهلي، وان شاء الله فرقه الاهلي تكون فايقه ورايقه. وكمان عندهم لاعب جيد في نص الملعب اللي هو اللاعب مونتيل، هو كمان كان بيعمل ضغط عالي جدا على الفرق اللي قدامه. يعني بصراحه المدرب بتاعهم والفريق كامل بيأدي بشكل فوق الممتاز. طبعا المدرب بتاعهم هو الماضه، والراجل يعني مستمر معاهم بقاله فتره وقادر ان هو يطلع منهم بالشكل ده، وكمان راح بدري زي ما احنا قلنا قطر علشان ياخد على الاجواء، ياخد على فرق التوقيتات. الراجل ادى بشكل فوق الممتاز، قدر ياخد كاس هتنضاف للفريق بتاعه في الفيفا، حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه له، هيديله كمان امام النادي الاهلي طاقه وقدره ان هو يلعب. ولكن
هنا النادي الاهلي هو اللي جاي مرتاح، هو النادي الاهلي جاي هنا افضل بكتير من فريق باتشوكا في حيث الراحه البدنيه. بقالنا فتره ما بنلعبش، رحنا برضو قطر بدري، اتفرجنا على اللقاء، عندنا اللقاء يوم السبت، اكيد هنشوف لقاء ممتع وهنشوف كولر واللعيبه هتعمل ايه، بالاخص ان هم كانوا موجودين النهارده جوه الملعب، قدروا ان هم يتفرجوا على اللقاء بشكل كبير جدا، واكيد كولر حط ايده على نقاط القوه والضعف وشاف قد ايه التحول السريع من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، وقد ايه الضغط العالي اللي كان بيعمله فريق باتشوكا، واكيد هياخد باله من النقط دي، واكيد عامل ليها حساب، وهنشوف ان شاء الله باذن الله. واعتقد فرصه النادي الاهلي في الفوز هتبقى فرصه كبيره جدا جدا جدا، قول يا رب بس ان شاء الله باذن الله نقدر نكسب باتشوكا ونصعد ان شاء الله نقابل ريال مدريد، وساعتها بقى لكل حادث حديث. طبعا احنا كنا شايفين ريال مدريد الفتره الاخيره يعني فريق كان بيقع بشكل كبير، كان عنده مشاكل كبيره سواء كان في الدوري الاسباني او سواء كان في دوري ابطال يعني اوروبا بالشكل الجديد بتاعه، كان عنده مشاكل كبيره جدا جدا الفتره الاخيره، ولكن الماتشين ثلاثه الاخرى يعني بدا ريال مدريد يرجع مره ثانيه للمكسب. شفناه في الماتش الاخير في دوري ابطال اوروبا كسب، شفناه في الدوري كسب، عنده كمان ماتش مع رايو فايكانو واعتقد يوم 14 يعني في نفس اليوم اللي فيه لقاء النادي الاهلي مع فريق باتشوكا. اعتقد ده ممكن يدي افضليه للفرقتين يعني، وان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي يعني انه لو كسب باتشوكا يلاعب ريال مدريد هيبقى عنده افضليه، لان الريال ساعتها هيجي قبل اللقاء بيوم واحد في الاجواء اللي موجوده في قطر، في تغيير المناخ بالنسبه له، في تغيير الشكل بالنسبه له، اكيد هيبقى في صعوبه كبيره على فرقه ريال مدريد، اللهم الا يعني ان هم في الاول وفي الاخر ريال مدريد، ولكن هم اساسا عندهم مشاكل موجوده الفتره دي سواء في لعب نص الملعب او في الناحيه الهجوميه، وكمان اتصاب امبابي بعد ما بدا ان هو يرجع لمستواه الماتشين الاخر وبدا ان هو يسجل، اتصاب فينيسيوس لسه راجع من اصابه فمش ادى بالشكل المطالب منه، هنشوف هيعمل ايه برده الماتش اللي جاي والماتش اللي بعده، كمان المده الزمنيه قصيره جدا جدا، هل هيلحق فعلا اللعيبه المصابه ترجع مره ثانيه؟ شفنا رودريجو لسه راجع هو كمان من اصابه، يعني اللعيبه الخطره اللي موجوده، يعني بيلينجهام بدا ان هو يرجع ويفوق شويه، حس باصابه الماتش اللي فات وخرج برده من اللقاء، فبالتالي في مشاكل بيواجهها ريال مدريد، وده يدي فرصه واريحيه للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان هو يكسب يعني، وكمان باتشوكا، بس ان شاء الله باذن الله يكون للنادي الاهلي الفرصه انه يكسب ويقابل الريال، وده يكون حافز كبير جدا عند لاعبي النادي الاهلي ان هم بعد ما يتخطوا ان شاء الله باذن الله، وبعد ما يشوفوا فريق باتشوكا، وبعد ما يكسبوه ان شاء الله، نقدر ان احنا نكسب ان شاء الله باذن الله ونوصل للنهائي، ويا حبذا نكسب الريال في الوضع اللي هو موجود فيه حاليا، وان كان الموضوع يعني صعب بشكل كبير جدا، ولكن ان شاء الله باذن الله ممكن الكلام ده يتحقق على ارض الواقع. عامة احنا وصلنا للختام، ما تنساش في الختام والصلاه والسلام على رسول الكريم، واتمنى منك تعمل لينا لايك، اكون شاكر جدا جدا ليك، وكمان تشترك في القناه، وما تنساش الصلاه والسلام على الرسول، وتدعي لاخواتنا في ارض العزه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.